أهلا، كيف حالكم؟ بعد ما درنا مجموعة الكيكات اللي نزلتها قاعدوا عنا بقايا من الكيكة الأسفنجية، فأحسن حل ليهم كيكة التريلاتشي أو كيكة الحليب. زي ما شايفين عندي قطعة كبيرة، هذا من غير الطروف اللي درنا بيهم ترايفل، وما زال درت بيهم تريلاتشي ترايفل بكريمة الجيلاتي موجودة في نهاية هذا الفيديو. هنا جبت 3 طواجين وحطيت فيهم شرائح الكيكة. الموضوع خد مني 10 دقايق تقريبا، كنت طالعة بعبايات يرجوا فيها، فكان الموضوع سريع وبقايا كل شيء فاضل عندي من الكيكات اللي فاتوا من رمضان. فالمهم درت تشريبة الحليب اللي هي يكون فيها 3 أنواع حليب: حليب الباكو وحليب المركز الكورنيشن والحليب المحلى المكثف والكريمة. الكريمة ما كانتش هلبة، ما حطيتش، واللي أنا بدير 3 نكهات. جبت صواني. أول نكهة ممكن تحطوا ملون أخضر، أنا ما حطيتش، حطيت كوب تقريبا 1.5 كوب من الحليب، ونحط له رشة من الزعفران. هذا اللي نكهة الزعفران. نكهة الفستق حطيت لها كريم الفستق بمعدل كشيك بس، وحركتهم طبعا بعد ما الخليط يكون سخن والحليب المحلى خلاص داب في وسطه، معش ولا واضح، واطفيت النار. هذه آخر مجموعة حطيت لها الكراميل هذا وفانيليا لنكهة الفانيليا. شفتوا الزعفران بدا يصبغ اللون أو بتاع الفستق ولا لونها أخضر، وهذه نكهة الكراميل. بعدين نسقي الكيكة بتاعي، شربوها كويس بشكل كويس حلاوتها هيك هذه الكيكة. ومدابينا بعدها طبعا ندخلوا الكيكات للثلاجة لين يسقعوا كويس. سقيت تريلاتشي الكراميل وهذه كيكة الفستق. أهم شيء لما تضغطوا عليها تشوفوا تلقوها فعلا تشربة. وآخر واحدة الزعفران. طبعا اكتبوا لي انتوا شنو أكتر نكهة تفضلوها. هي الكراميل أكتر نكهة مفضلة لكل الناس. الزعفران مش أي حد يحبه لأنه يحس فيه عطري هلبة، في اللي يقول إنه زي الصنة. أنا بالنسبة لي نحبها هلبة، هذه الكيكة هلبة نحبها. اللي بيدير الكيكة بروحها من البداية أنا منزلتهم من قبل. وكل كيكة مفروض نحط عليها كريمة. أنا حندير كريمة عادية صادة، يعني مش واحدة بفستق ولا واحدة لا كريم شانتيه مع كريمة سائلة مع شوية مية مسقعة. ضربتهم زي ما شايفين كل شيء عندي شوية فاللي بالكراميل دهنتها بطبقة من الكريمة بسيطة، واللي بالزعفران نفس الشيء، واللي بالفستق لو تتفكروا في التورتة اللي درنا لها ورق أخضر فكان عندي الكريمة الخضراء زدتها شوية من الكريمة البيضاء، طلعت حلبة خضراء لكن عادي مشي الموضوع. هنا زينتها بالزعفران وجهزت 3 فظوات على أساس أني لما ناكلوا الكيكة نحب نصب عليها الصوص. فكل واحد حطيت فيه حليب محلى وحليب وفستق أو زعفران أو كراميل، وسخنتهم شوية في الميكروويف باش يدوب أو يتجانسوا. بعدين سقعتهم. تاع الكريمة طبعا ماذا بكم كريمة أكتر شوية وتزقزقوها، بعدين تحطوا عليها الكراميل. طبعا هذا أحلى نوع كراميل يجيكم زي بن تركيا، مش هذا موجود في ليبيا، لكن تاني مش عارفة إذا موجود في ليبيا هذا، أو بديله طريقة نزلتها قبل اللي هي بالأمية، بس هي طريقة طويلة كانت صعبة شوية، فنفضل لو تلقوه جاهز. يعني ما تديروش طريقة بالتوفي أو طريقة بنشاء أو طريقة بحليب. وبعدين باقي الكريمة خففتها بشوية حليب باش ندير بها خطوط. زي ما قلت لكم ماذا بيكم تكونوا سقعتوا الكيكات باش الخطوط يجوا مساويين. أنا كنت مستعجلة والكيكة سخونة وحطيت عليها الكراميل فسخن، فسيح لي خطوط الكريمة. بعود سيخ درت بيهم زقزاق بعكس، يعني انعكس الاتجاهات، مرة من فوق لتحت ومن تحت لفوق باش يطلع بالشكل هذا. وهنا رشيت الذهب الأخضر. وفي التقديم صب عليهم الصوص. هذه أحلى لقطة، مسقعين منعشات وحلوات. جربوهم صحتين وحيكونوا أحلى، لأن حتسقعوا الكيكة حيجوكم الخطوط مساويين، وكمية الكريمة تقدروا تديروها أعلى. وهذا تريلاتشي ترايفل اللي هو طبقات الكيكة والكريمة. حواشي اللي قصيتهم من الكيكة درت بيهم نوعين ترايفل، سقيتها بالحليب، طبقات من الكيكة والكريمة والكراميل، كيكة وكريمة وكراميل، ونسقي كل مرة الكيكة بالحليب. وهذه تريلاتشي المشهورة بس على شكل ترايفل. اللي بالفستق درت لها كريمة الجيلاتي اللي هي كريم فريش مع حليب محلى وكريمة الفستق، ونخلطهم
وطبعا الكيكة نفس الشيء حنسقيها بالصوص بتاع الحليب اللي فيه 3 أنواع من الحليب مع كريم الفستق أو فستق مرحي للنكهة. وبعد ما نسقي الكيكة نحط كريمة الجيلاتي ونكرر الطبقات باش يبدأ عنا يعني ترايفل. الكريمة أو هذه هي نفس طريقة الآيس كريم الجيلاتي اللي هو يكون بصفار البيض، بس طريقة هلبة حلوة. ورشة أكيد في الأخير من الذهب الأخضر. دخلهم للثلاجة أو الفريز أفضل. وواضح عندكم قوام الكريمة بصراحة حاجة من الخيال. وأخيرا كملوا الكيكات. وهيك يبدأ عنا أحلى تريليتشي ترايفل بالفستق والكراميل.